مرحبا، معكن شرب الرحمة. وبهالسلسلة اللي اسمها خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي، رح أحكي معكن عن أمور أنا عشتها وأنا اختبرتها وخلتني شوف الحياة من منظار إيجابي. بتمنى هالسلسلة تنال إعجابكن، وإذا حبيتوها شاركوها مع أصحابكن. الحلقة الثالثة: كيف تبلشوا نهاركن؟ أول كم دقيقة من نهاركن هن أهم وقت بنهاركن، تماماً مثل ما عم تسمعوا، لأن كيف بيكونوا هالكم دقيقة بيكون نهاركن. إذا بدكن نهاركن يكون رايق وحلو، لازم يصير عندكن روتين صباحي رايق وحلو كمان. وبهالكم دقيقة رح أحكيكن من تجربتي الشخصية كيف فيكن تعملوا روتين صباحي كفيل إنه يعطيكن نهار حلو ومود حلو كمان. أول كم دقيقة من النهار هن أهم شي بالنهار. أول ما يوعى العقل، ولأن واحد من إبداعاته هو التفكير، فإذن رح يبلش تفكير دغري. وعم لاحظ بالفترة الأخيرة إنه آخر فكرة بفكر فيها بنهاري قبل ما نام عم بتكون تقريباً هي ذاتها أول فكرة بفكر فيها أول ما أوعى. ومن هون كمان أهمية نختم نهارنا بتفكير إيجابي وحلو، وهيدا موضوع منرجع له لاحقاً. ومثل ما قلت لكم، بطبيعة عقلنا لما نوعى رح منفكر، وأول فكرة رح نفكر فيها أول ما نوعى هي وحدة من اثنين: إما فكرة إيجابية أو فكرة سلبية. ما في فكرة رمادية هون، وبهالفكرة بالتحديد منبلش نهارنا، وهيك بيكمل نهارنا. إما بيكون نهار إيجابي، إما بيكون نهار سلبي، أو خليني أقول أو بيكون نهار عنا فيه توجه إيجابي، أو رح بيكون توجهنا لنهارنا سلبي. ويلي بيحدد هيدا الموضوع هي أول فكرة منفكر فيها أول ما نوعى. فلما نوعى كتير مهم نفكر بفكرة إيجابية من أول لحظة منفتح فيها عيوننا. كيف؟ أول ما نوعى وحتى قبل ما نمسك التليفون لنشوف الساعة لازم نكون ممتنين إنه وعينا وطلع لنا نهار جديد نقدر نمشي فيه خطوة زيادة باتجاه تحقيق حلمنا وهدفنا. يعني أول شي لازم نقوله لما نوعى: أنا شكور إنه طلع لي يوم جديد. ومن بعدها على الحارق بنقول: اليوم رح يكون يوم حلو. اليوم رح يكون يوم حلو. وأنا قصد عدتها لأنه لازم نعيدها براسنا ونقول: اليوم رح بيكون يوم حلو. وأبداً ما تخلوا أي فكرة تانية تشغلكن بالكن عن هيدي الفكرة. انتو مش مضطرين من أول كم دقيقة بنهاركن تفكروا بأي شي تاني خاصه بشغلكن مثلاً. بهالوقت انتو مسؤولين عن كيف تبلشوا نهاركن وبس، ولحقين تفكروا بكل شي تاني خلال النهار. إذا مكملين معي يعني موافقين، وبشكركم طبعاً، وخليكن معي بعد شوي لنكمل هالفكرة. خطأ كبير بنعمله لما نوعى إنه نمسك التليفون ونشيك النوتيفيكيشنز. بهالطريقة منكون عم نفوت دماغنا بدوامة السوشيال ميديا بأكتر وقت ما لازم تكون السوشيال ميديا جزء منه، لأنه لحقين تحملوا تليفونكن كل النهار وتردوا على النوتيفيكيشنز وعلى الإيميلز وعلى التليفونات. خدوها مثل فرصة لإلكن إنه هالوقت بالذات يكون تليفونكن بعيد عنكن لتتمتعوا بوقت 100% هو لإلكن، ولتكملوا هالصبحية الرايقة. ومن بعد ما تكونوا ممتنين عن نهار جديد، خدوا كم نفس عميق انتوا عم تقولوا لحالكن بعض الصفات الحلوة اللي عندكن إياها، وكملوا تزيدوا على صبحيتكن كم فكرة إيجابية تحسسكن بنبض جديد بقلبكن. مثلا فكروا بشخص بتحبوا تشوفوه واشتقتوا له كتير. فكروا بالستايل الحلو اللي رح تلبسوه، بالقهوة الطيبة اللي رح تشربوها. واعطوا حالكن تقدير حلو بيعطيكن حماس أكتر بنهاركن وبيزيد عندكن الثقة بالنفس. صراحة أنا هيك بعمل، ويمكن ما تعملوا 100% مثلي، بس إن شاء الله أكون عم أعطيكن أفكار كيف تبلشوا نهاركن بطريقة إيجابية إلها تأثير إيجابي كبير على نهاركن. بعد هالكم نفس فينا نحط موسيقى رايقة
حسب شو بيحب كل شخص منا يسمع الصبح. ونلتزم إنه بهالوقت منترك التليفون بعيد لكننا خلصنا صبحيتنا الرايقة. حضروا قهوتكن عرواق، ونقوا تيابكن عرواق، وكملوا كل شي بتعملوه قبل ما تفلوا على شغلكن أو قبل ما تفتحوا الإيميل إذا كنتوا بتشتغلوا ريموتلي كمان عرواق. وإيه، بكل هالوقت خلوا التليفون بعيد وتمتعوا بهاللحظة الرايقة قد ما فيكن. وفي حال بقيتوا بالبيت أو ظاهرين على الشغل، ما تنسوا قبل ما تطلعوا من هالصبحية الحلوة والرايقة تعملوا كم حركة تنشط جسمكن وتعطيكن طاقة ضرورية. وإذا لقيتوا معكن شوية وقت، فيكن تسمعوا تحفيزات إيجابية ترددوها مع الشخص اللي عم بيقولها لتاخدوا أكبر كمية ممكنة من الطاقة الإيجابية معكن لنهاركن. وإذا كنتوا مستعجلين، خلوا هالتحفيزات الإيجابية ترافقكن على الطريق إذا كنتوا عم بتسوقوا. كتير مهم نهارنا يبلش بفكرة إيجابية نقولها لحالنا أو نسمعها أو نقريها. يمكن إذا عندكن أكتر وقت على الصبحية وخصوصي بالويك أند، خدوا وقت لتقروا كم صفحة من شي كتاب بيحكي عن التفكير الإيجابي أو شي مقال بيتطرق لنفس الموضوع. هالكم خطوة ومع الوقت إذا صرتوا بتتبعون رح يأثروا إيجاباً كتير على نهاركن، وشوي شوي رح تشوفوا الفرق لتصيروا دايماً تعملون. بعد شغلة كتير أساسية وضرورية، في حال كنتوا ظاهرين من البيت على الشغل أو باقيين تشتغلوا من البيت أو حابين تقضوا نهار بالبيت ترتاحوا، ما تنسوا توقفوا لحظة بأشعة الشمس وتحسوا بحرارتها عم تلمس بشرتكن وتعطيكن الطاقة اللازمة لنهاركن. وأوعى تاخدوا هالموضوع تحصيل حاصل. نحن كتير منقضي وقت بغرفة معينة، إن كان بالبيت أو إن كان بالشغل أو أي محل تاني كنا فيه، ومننسى قد مهم ناخد هالطاقة الإيجابية من الشمس. فجربوا دايما توقفوا 5 دقايق بالشمس، تتمتعوا بحرارتها، تتمتعوا بهالدفى الحلو اللي بتكونوا عم تاخدوه، وتكونوا شكورين على هاللحظة الحلوة اللي انتوا فيها قبل ما تكملوا نهاركن. وإذا كان يوم ما في شمس، يعني كانت عم بتشتي مثلا، خدوا نفس عميق، تنشقوا الهوا، ومدوا ايدكن تتحسوا بالشتي عم ينزل على ايدكن، او اذا كنتوا بالجبل مدوا ايدكن لتحسوا بالتلج عم بيدوب بايدكن. وقولوا بكل ثقة: رح اعمل نهاري يوم حلو، رح تنجح الخطة بشغلي، رح اتفوق بالامتحان، رح تكون successful البرزنتيشن اللي بدي اعطيها اليوم، رح أثر إيجاباً على كل اللي حولي اليوم، رح أهتم بحالي اليوم أكتر، رح شوف النص المليان من الكباية، ورح أعمل نهاري يوم حلو لو شو ما صار. لما نبلش نهارنا بصبحية رايقة، لما نحط تليفوننا الصبح بعيد عنا وما نركز على النوتيفيكيشنز، ولما نحكي مع حالنا بكلام إيجابي، ولما نسمع تحفيزات إيجابية الصبح، ولما نقرأ خواطر إيجابية الصبح، مننطلق لنهارنا بكامل إيجابية وطاقة. مشان هيك كتير مهم هالوقت يلي بنقضيه أول ما نوعى وقبل ما نبلش بأي عمل لازم نعمله بالنهار. هالوقت هو مقدس لإلنا، هالوقت هو كفيل إنه يخلينا ننطلق لنهار يكون حلو ورايق، ويكون عقلنا قادر يفكر بكل الأمور يلي رح تكون قدامه بهالنهار. كان معكن شرب الرحمة بسلسلة خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي. إذا حبيتوا هالسلسلة شاركوها مع أصحابكن، ومنلتقى بالحلقات المقبلة.